صباح الخير والسعادة لقلوبكم أحلى متابعين في الدنيا. متابعيني أنا في المطبخ مع سنة. فيديو النهاردة البسيسة أو كيكة الذرة زي ما بنقول عنها. الوصفة طلبت مني ومش من أي حد، طلبتها مريومة بنت أخويا. مريومة عمرها 12 سنة، وحبيبة قلب عمته بدأت تنفذ وصفاتي، طبعا البسيط منها. النهاردة هعمل معاكم البسيسة خطوة بخطوة علشان عيون أحلى مريومة في الدنيا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هننزل في الخلاط مع بعض بمقدار 3 من البيض بدرجة حرارة المطبخ. عايزة اقول لكم بس انا هضاعف الكمية بتاعتي لان انا عاملة الكيكة دي النهاردة علشان حبيبة قلب عمته مريم بنت اخويا اللي طلبت مني كيكة الذرة او البسيسة، فانا مضاعفة الكمية. لكن احنا هننزل هقول لكم مقادير الصينية اللي هي 3 من حبات البيض، مقدار معلقة من الفانيليا. أنا هنا بستخدم فانيليا دريم. فانيليا دريم بجد بتدي الكيكات بتاعتنا طعم حلو قوي. هنزل كمان كده بمقدار بسيط من إيسانس البرتقال الغذائي، بجد بيعزز الطعم، لكن الخطوة دي اختيارية. كوباية من السكر الحبيبات، وعايزة أقول لكم إن مقدار كوباية بيبقى مظبوط جدا معانا في الكيكة دي. كوباية إلا ربع من الزيت النباتي، وهنضرب المكونات بتاعتنا دي لمدة 3 دقايق. ودلوقتي بعد ما ضربناها لمدة 3 دقايق هننزل عليها بكوباية من الحليب وربع كوباية من الزبدة. هنضرب المكونات بتاعتنا من جديد لمدة 3 دقايق تانية. بالنسبة للمواد الجافة بتاعتنا فهتكون كوباية وربع من دقيق الذرة، وده بيبقى شكله يبقى لونه أصفر شوية كده. هننزل عليهم بمقدار كوباية وربع من الدقيق بتاعنا، الدقيق متعدد الأغراض. عايزة أقول لكم إن النسب هنا متساوية، يعني كوباية وربع من الدقيق الذرة، كوباية وربع من الدقيق العادي، الدقيق الأبيض بتاعنا. وده علشان لو زودنا كمية الدقيق أو دقيق الذرة بتعمل الشل زي ما بيقولوا كده، بتشرق في الزور. هننزل عليهم بمقدار معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح، وبنقلب كل المكونات بتاعتنا مع بعضها. كل المكونات الجافة مع بعضها بنقلبها زي ما انتوا شايفين معايا كده. وبفكركم ان انا مضاعفة الكمية، لكن بقول لكم وانا بشرح في الوصفة بقول لكم مقدار الصينية الواحدة هيبقى قد ايه، ومش هنسى اسيب لكم المقادير. دلوقتي بقى هننزل بالخليط السائل بتاعنا زي ما انتوا شايفين لونه فتح معانا، وطبعا لازم نتأكد ان السكر بتاعنا داب خالص. دلوقتي هنبتدي ننزل بالدقيق بتاعنا، والدقيق بتاعنا هننزل بيه على مرحلتين زي ما هتشوفوا معانا كده. وهنبتدي زي ما انتم شايفين كده نخلط كل المكونات بتاعتنا، المكونات الجافة والمكونات السائلة. ودلوقتي بقى هننزل بباقي نص الكمية بتاعتنا وبنخلطها بنفس الطريقة. بنستمر بخلط المكونات بتاعتنا مع بعضها زي ما انتم شايفين معايا كده لحد ما تختلط كلها والقوام يتجانس. وده هو القوام اللي احنا محتاجينه، قوام مش تقيل ومش خفيف، وكده بتكون جاهزة معانا. وكده الصينية القمر بتاعتنا جاهزة زي ما انتوا شايفين. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، بتاخد معانا من 40 ل 50 دقيقة. بنختبرها بعد كده بعصاية من عصيان الشيش طاووق لو متاح عندنا، أو حتى الخلة الصغيرة بتاعة الأسنان، أو أي سكينة بس يكون السن بتاعها رفيع، علشان نعرف إذا ما طلعش معانا عجين بنعرف إن هي كده استوت معانا. أنسب توقيت نفتح الفرن إمتى؟ أول مرة بيبقى بعد 20 أو 25 دقيقة من دخول الصينية بتاعتنا القمر دي الفرن. ودي الكيكة القمر بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن وبردت وقطعتها. عايزاكم تشوفوا معايا الحجم بتاعها، كمان لونها عامل ازاي. بجد الوصفة حلوة قوي، بتمنى من قلبي انكم تجربوها، بتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. ياريت اذا عجبكم لايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب قناة في المطبخ مع سنة. صباحكم سعادة لا تنتهي.